حاسة ان يومك بيعدي من غير ما تحققي حاجة؟ بتحاولي تعملي روتين يومي بس بتلاقي نفسك بتزهقي او مش بتلتزمي بيه. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض ازاي نبني روتين يومي بسيط مرن وفعال يساعدك توصلي لأهدافك وتعيشي براحة نفسية حقيقية. جاهزة؟ يلا بينا نبدأ. أول حاجة عايزين نسأل نفسنا سؤال: ليه أصلا أعمل روتين؟ الروتين مش حاجة مملة زي ما الناس فاكرة، هو ببساطة خريطة بتسهل عليك الطريق كل يوم، بيقلل التوتر، بيساعدك تنجزي وبيخليكي تتحكمي في وقتك بدل ما الوقت يتحكم فيكي. بس عشان ينجح لازم يكون مناسب ليكي، مش نسخة من حد تاني. وهنتكلم دلوقتي عن خطوات بناء روتين ناجح ومرن. الخطوات أول واحدة فيهم هي إنك تحددي أولوياتك. اسألي نفسك: إيه أهم 3 حاجات عايزة تعمليهم كل يوم؟ أمثلة: شغل، وقت للراحة، تطوير ذاتك. تاني حاجة: اعرفي طبيعة يومك. روتينك هيبقى فاشل لو انت مش عارفة مواعيدك أو مسؤولياتك. اعملي جدول بسيط لليوم حتى لو بالورقة والقلم. 3: اربطي العادات ببعض. مثال: أول ما تصحي تشربي مية، تكتبي 3 حاجات انت ممتنة ليهم، وبعدهم تتحركي شوية. كده عملتي سلسلة عادات مرتبطة ببعض، كل ما بتعملي حاجة بتبقي عارفة اللي وراها ايه. رقم 4: ابني روتين الصبح وروتين بالليل. روتين الصبح بيديكي دفعة اليوم كله، وروتين بالليل بيساعدك تنامي مرتاحة وتستعدي لبكرة. اعملي فيه حاجات بسيطة زي تحضير مهامك، مراجعة المهام، شوية تأمل. رقم 5: خلي الروتين مرن. مش لازم كل يوم يبقى نسخة من اليوم اللي قبله. اعملي روتين أساسي وسيبيه قابل للتعديل حسب ظروفك. يعني لو في يوم تعبتي مش لازم تنجزي كل حاجة، المهم ترجعي تكملي تاني. رقم 6: وهو التقييم الأسبوعي. كل أسبوع اسألي نفسك: ايه اللي مشي كويس معاكي وايه اللي محتاج تعديل، لأن روتينك لازم يتطور معاكي، مش يضغطك ولا يقيدك. هنتكلم بقى دلوقتي عن أخطاء بتخلي الناس تفشل في الروتين. رقم 1: إنك بتحاولي تعملي كل حاجة مرة واحدة، وده غلط، بيخليكي تملي وتحسي إنك مضغوطة، فبالتالي ما بتبقيش حابة إن انت تعملي الروتين. رقم 2: إنك بتقلدي روتين حد تاني. الروتين الشخص التاني ده بيبقى عامله على حسب نظام حياته ويومه وأولوياته، فانت بالتالي لما تحبي تعملي روتين تعمليه على حسب يومك انت وأولوياتك والحاجات اللي بتعمليها في يومك، مش لازم تعمليه صورة مصغرة من حد تاني. رقم 3: مش بتدي لنفسك وقت تتأقلمي مع الروتين اللي انت لسه بادئة فيه. رقم 4: انك بتقسي على نفسك لو يوم الروتين وقع منك. طيب الحل ايه؟ الحل انك تبدأي بحاجة بسيطة، عادة واحدة بس او 2 يوميا، وكملي عليها بعد كده تدريجيا. ساعتها مش هتحسي بضغط ولا هتحسي بملل. وفي النهاية عايزة أقولك إن الروتين الناجح مش جدول جامد، هو أسلوب حياة مريح وسلس. اعمليه بإيدك وعدليه حسب يومك، وخليه يخدمك مش يضغطك أو يعطلك. ابدأي بخطوة حتى لو صغيرة، كل يوم هيبقى أسهل من اللي قبله بإذن الله. كده احنا اتكلمنا عن 6 حاجات بتخليك تبني روتين يوم ناجح ومرن قابل للتعديل، هيخلي يومك يتغير وهيخليك تحسي بالإنجاز. عشان تحبي الروتين وتتعلقي بيه، حاولي كل ما تنجزي مهمة أو مجموعة مهام انت محدداها لليوم انك تكافئي نفسك بأي حاجة بتحبيها، حتى لو مثلا كوباية شاي، كوباية قهوة تشربيها في هدوء، تعملي أي حاجة عناية لنفسك وبشرتك، تقعدي مع نفسك في هدوء، تتأملي، تقري كتاب. كل دي حاجات بتحفزك وبتحسسك وبتحسس عقلك انك عملتي شيء يستحق المكافأة، وانك انجزتي انجاز جميل يستحق التقدير. ايه الهدف من الفيديو؟ الهدف من الفيديو انك تعيشي صح، وان يومك يبقى منظم وعارفة كل وقت هتعملي فيه ايه، ما يبقاش يوم عشوائي مش عارفة تسيطري عليه ولا عارفة تنجزي المهام اللي المفروض تنجزيها. دايما بتبقي حاسة انك مضغوطة ومش ملاحقة تعملي اي حاجة لانه يومك مش منظم، وبكل بساطة انت مش عارفة ايه اولوياتك وايه اللي المفروض تعمليه دلوقتي وايه اللي المفروض تعمليه بعد شوية. عشان كده عملتلك الفيديو ده وكلمتك عن 6 حاجات اساسية هتخليكي تعملي روتين ثابت وناجح من غير ما تفشلي فيه. وبكده
احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. لو وصلتي معايا للدقيقة دي من الفيديو انا حابة ارحب بيكي واشكرك على متابعتك للفيديو، ويا ريت لو مشتركتيش في القناة تنوريني وتشتركي فيها وتفعلي زر الجرس، ولو شايفة ان الفيديو ده مفيد شاركيه مع حد محتاج يسمعه او بيهتم بالمحتوى اللي انا بقدمه. وما تنسيش تكتبيلي في التعليقات عملتي روتين قبل كده ولا لأ، ونجح معاكي ولا ما نجحش. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.